السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا صرح تربية الحسون والطيور المغردة. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا في تربية الحسون والطيور، وخاصة في هذه الفترة، فترة غيار الريش والخروج منها. أمر مهم جدا ألا وهو الاستحمام. كما نعلم الاستحمام عند الحسون مهم جدا في تنقية الريش وإعطائها لمعان براق خلال هذه الفترة، وعند الخروج منها يصبح الريش لماع وصافي وخالي من الشوائب والطفيليات والأوساخ. يساعد الطائر على الخروج من فترة الريش بسلام وبسرعة ما أمكن. يساعده الاستحمام أيضا في التخلص من الفاش نسبيا، عند إضافة خل تفاح أو معقم كالبيتادين بعض القطرات في الإناء. ويفضل وضع الإناء الاستحمام للطائر وعدم رشه بالبخاخ. فالبخاخ ربما ترش الطائر ويكون هو غير مستعد للاستحمام، أو يكون الجو غير مناسب. إذن فلكي نتفادى أن يمرض الطائر، فلنضع له حوض الاستحمام، وإن كان غير متعود على الاستحمام لوحده فلنضع بجانبه طيور أو طائر على الأقل يكون متعود على الاستحمام لوحده معه في القفص، أو بجانبه قفص بالقرب منه. عندما يراه سوف يعتاد وسوف سيقوم بالاستحمام لوحده، حتى وإن لم يفعله في المرة الأولى، في المرة القادمة سيفعله لوحده. كما لا يخفى أن الاستحمام يعطي للطائر الراحة النفسية والمعنوية للخروج من هذه الفترة الحرجة المرهقة، ويمر بفترة النقاهة بنفسية قوية وجيدة، والاستعداد لمرحلة التجهيز بكامل الصحة. لا تغفل أخي المربي أن تضع الطائر عند الاستحمام في الشمس، وإبعاده عن التيارات الهوائية لتفادي إصابة الطائر بنزلة البرد